السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا منى من قناه منمن احمد. اللي لاول مره يشوف الفيديو يا ريت تشترك في القناه. هتلاقي كلمه اشتراك تحت الفيديو او سبسكرايب. دوس عليها وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. منورين يا حبايب قلبي في القناه بتاعتي. تعالوا يلا نكمل بقيه الحاجات بتاعت الادوات بتاعت الاكسسوارات. خلاص ده اخر جزء اخيرا. هي بس الحاجات كتير شوية عشان كده قسمتها على اكتر من جزء، ومعلش اذا كنت برغي كتير في الفيديوهات. يلا يا بنات، دي الحاجات اللي هي معلش هي باينه قدامكم اسماء لمنتجات حاجات، بس هي مش اسماء منتجات، ده هي فيها الادوات يعني بتاعتي. اول حاجه العلبه دي اهي. طبعا احنا عارفين اللعب دي يا بنات، اللعب دي اللي هي بتتحط، اللي هي بتبقى في الدلاية. لحظات، ثانية واحدة. هوريلكم اي الصورة اهي يا بنات، اللي هي بتبقى في الدلاية بتحطيها بالشكل ده. طبعا بتبقى فيه منها اشكال كتير. هي راحت فين؟ وقعت. يلا مش مهم. تمام. بتبقى فيه منها اشكال كتير، بتبقى فيه منها الذهبي والفضي. فده اول شكل. هي بتيجي يا بنات على شكل الاكياس دي. عايزين تحتفظوا بيها في الاكياس اوكي، عايزين تحطوها في علب، اي علب فاضيه معاكم اوكي. عايزين تحطوها في الحاجات. شفتوا الفيديو اللي فات اخر فيديو للاكسسوارات؟ هتلاقوا المنظمات اللي هي بتاعت الحاجات دي اوكي، يعني براحتكم. فدي برضو حلوة قوي. دي انا كنت جايباها ولقيته يعني ونسيت افضيه، فهفضيه معاكم اهو. اهو بس كده. فبيبقى حلو جدا يا بنات، والكيس بيبقى متنوع وبيبقى فيه اكتر من حاجة. يعني ادي فيونكة اهي، وادي مفتاح. بصراحة اشكال كتير منها يعني، وشكل سمكة، حاجات كتير يعني اوكي. في دي انا وريتها لكم الفيديو اللي فات بس ما وريتهاش بالتفاصيل. دي الحروف اللي هي زي اللي انا كنت مستعملاها في لحظة معايا. في الانسيال اللي هو زي ده. مش عارفة انتوا شفتوه قبل كده ولا لا. متهيألي لا، مش عارفة. ده انسيال برضو انا كنت عاملاه مكتوب عليه اسمي. برضو هي الحروف دي، وكنت موريها لكم فيه اللي هي زي كده. بتستخدم في اكتر من حاجة اهي يا بنات. دي شكلها، وبيبقى خامتها بلاستيك، لونها مش بيتغير. ممكن تأكسد بس بعد فترة كبيرة يعني. كنت حطاها في علبة الحمام الكريم دي. ودي علبة حاطة فيها الجنيهات اللي هي عاملة زي الجنيهات الذهب كده. دي بتتحط مع الاكسسوارز الذهبي، بتبقى تحفة. ثواني اشوف لكم حاجة معمولة اهي زي كده. دي انسيال بيبقى شكلها برضو حلو اهي. بتتعلق كده، بتبقى شكلها حلو يعني. بس الستايلات دي انا عاملاها كخلاخيل وكحاجات، مش انسيالات. تمام. دي محطوط فيها نفس اللعب اللي انا وريتها لكم، بس اللي لونها ذهبي اوكي. وزي ما قلت لكم الشغل الذهبي ما بيبقاش عليه ضغط قوي لانها بتأكسد بسرعه يعني. بصوا هنا اهي لونها متغير، بس بتاخد شويه وقت يعني اوكي. ايه ده؟ دي وقعت. تمام يا بنات. فمعلش اذا كان تفاصيلي معلش كتير. دي الجنيهات بقى الفضة اهي، برضو اللي بتتعلق زي كده اهي. بتحطيها بتشكلي بيها الاشكال اللي انت عايزاها. وممكن هنا على فكرة كنت احط اللعب اللي هي الفضي، مفيش اي مشكلة. التزويق والحاجات دي بتبقى حرية شخصية، او على حسب الشكل اللي انت بتشوفيه. يعني لو انت شايفة شكل اوريدي قدامك وعايزة تصممي زيه بالظبط بتعملي زيه. دي برضو جنيهات بس معدن، مش لا بلاستيك ولا، وهي ما بتأكسدش. دي بتبقى اغلى شوية من البلاستيك. ودي كانت الفواصل اللي هي بتتحط بينزل منها الدلاية، بدل ما تعلقي الدلاية في الاستك نفسه اهي يا بنات زي كده. بيتحط فيها الدلاية بدل ما تعلقي الدلاية
في الاستيك نفسه. يعني شوفوا هنا انا معلقه الدلايه في الاستيك نفسه، هنا انت ممكن تحطيها، فانت برضو بتنوعي على حسب رغبتك، مفيش مشكله. بس الحمد لله الفيديو ما كانش طويل. هي دي كانت العلب يعني اللي انا حاطه فيها الحاجات، هي حاجات بسيطه خالص. وعلى فكره في من الحاجات دي كتير، وفي اشكال كتير، وفي انواع كتير، بس انا ما كنتش جايبه، وفي حاجات كنت جايباها بصراحه وخلصت ما جبتهاش تاني عشان ما اطولش عليكم. هي دي كانت خلاص اخر جزء في الادوات، وهبتدي ان شاء الله من الفيديو الجاي ان انا اعمل خلاص بقى هبتدي ان انا اعمل. طلب مني الفيديو بتاع السبحه كتير، وطلب مني الفيديو بتاع الساعه، باذن الله هعمله معاكم. وكنت عايزه اوريكم كمان دي علبه حاطه فيها الاكسسوارات بتاعتي والساعات وحاجات كده يعني كده، بس مش دي كلها، في كمان واحده. بس يا بنات عشان ما اطولش عليكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفوا قناتي، وفعلوا الجرس وعلقوا. عايزه اعرف رايكم تحت في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.